هذا يعني أشارك بما أراه أن يستحق من ناحيتي أنا. نعم. أو والدي طبعا أو عالم. يعني أنا قلت في بعض المناسبات في عالم مثلا أو في رجل له مكانته العلمي وقلت قصيدة لوالدي، قلت قصيدة في الملك فهد رحمة الله عليه وفي الملك عبد الله بن عبد العزيز. يعني أنت يعني تفسرها بالمدح هذا في الجانب هذا فقط. أي نعم. فإذا كان فيه رجال يستحقون المدح، نعم. وأنا ما أمدحهم من أجل هدف مادي، وكثير حضرت مناسبات وخرجت من المناسبة لأني ما حضرت من أجل المادة عند نوعيات معينة من الرجال أعتبرهم لي أنا يعني إيش أقول لك كنز. طيب أنت ما تأخذ مادة في الحفلات؟ أنا ماني عايش لوحدي عشان تقول لي السؤال ده. نعم. أنا هاخذ وغيري ياخذ، ومن زي ما يقولوا من لقى شيء أو من يعطي شيء سهل. لكن أنا أتكلم عن بعض المناسبات اللي أنت الآن تقول لي مدح. نعم. فإذا وضعت شخص مثلا خدم الوطن، أو عالم خدم في مجال علمه، أو طبيب في مجال طبه، أو شيخ في مجال، يعني تلقى له بصمات وكلها مؤثرة تأثير إيجابي وله سمعته. يعني مدحك فقط في الجوانب، في هذا الجوانب. نعم. نعم. وهل تقسم شعراء العربة إلى درجات؟ درجات يعني درجات امتياز ودرجات جيد جدا. نعم. درجات. نعم. هذا اللي تقصد؟ اي نعم. والله يا اخي انا ماني من وجهة نظري انا. نعم. في عندي شعراء ممتازين وفي عندي شعراء زي اي شخص متلقي يشوف اذا خرجت عن يعني الدرجة الاولى، الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، انت من اي درجة؟ انا كقناعة شخصية انت. يا اخي احنا ما احنا في دوري كورة عشان نقول درجة اولى ودرجة ثانية ودوري مناطق ودوري كذا. انا اتكلم عن مستويات. طيب اي مستوى؟ مستوى انا ما اقيم نفسي. لا كقناعة نفسية بينك وبين نفسك، أحب انك تحدث نفسك. والله يا اخي اذا كان على انه وين اضع نفسي فانا في قمة الهرم. يعني في القمة. ما دامك اعطيتني الفرصة هذه وين تضع نفسك؟ اضع نفسي في المكان اللي اراه. طيب هل في شعر العرضة ثنائية ام حزبية؟ ايوه هنا كلام ممتاز. اولا شعر العرضة يعني انت وانا والثاني والثالث، الشاعر الممتاز ينجح سواء لوحده او مع ثنائية. فلما تجيب شاعر من منطقة او من قبيلة مع شاعر يفاجئ كذا بالحبل ويتجه ويكونون ثنائية واحدة، صدقني راح ينجح لانه شاعر متمكن، شاعر جيد. لكن اصبحت الان للاسف انه بعض الثنائيات يعني تنتهج من هروب من واقع. ضعت مثلا في شاعر تجد انه يكمل الشاعر الثاني. مصالح شخصية، التزام انه تلقى الشاعر هذا ما يغيب، يعني لما يكون معك على طول ما يقول لك لا. وهذه طبعا يرفضها كثير كلمة لا. طبعا في توافق، في ثنائيات ناجحة ممتازة وفي حزبية موجودة أحد ينكرها. أعانى منها يعني بالنسبة للحزبية؟ أنا والله الحمد بدأت يعني شقيت طريقي بنفسي، ما حد له فضل علي من الشعراء. بس كان لك ثنائية مع بن ثايب. اي انا عيني على راسي، لكن اتكلم في البداية. بن ثايب ما جاني وانا اول يوم اقصد اني كونت معه ثنائية. انا زاملت بن ثايب وهذا شرف لي في مرحلة من حياتي، طبعا اعتبرها يعني من افضل مراحل حياتي الشعرية، يعني خصوصا فيما يخص المحاورات يعني. طيب بسأل عن النقطة هذه بالذات، أنت في ثنائيتك مع أو زمالتك مع محمد بن ثايب عادة تكون ضد شعراء غامض اللي هو حميل وأبو علاج. لماذا علي بن مسفر ماسك الحيادية ما يهاجم مثل بن ثايب؟ والله يا أخي لكل شيخ طريقته. فطبعا الالتزام بنظام معين. أنا أتكلم أنا قلت لك من البداية، أنا قلت لك أنا أحترم أي رجل حتى لو كان ما يحترم نفسه. ما هو نقص في الآخرين ولا شيء، لكن أنا طبعا لما تحترم الناس يحترموا غصب. فطبعا أنا مع بن ثايب فترة من الفترات صح تواجهنا مع مبارك وعلاج ومع ميل، وهم شعراء ممتازين ولهم طبعا جمهورهم، وما أنقص أو ما أنتقص من مقامهم شيء، بالعكس على العين والراس. هم شعراء ممتازين صراحة على فكرة، يعني خصوصا في المحاورة. يعني نجاح للعرضة يعني.
وخصوصا لما يكونوا ثنائي، لكن لما يكونوا